من خلال لقاء زميلنا علاء شرف بالأستاذ محسن جورج مستشار محافظ الإسكندرية. خلينا نتابع. الأستاذ محسن جورج مستشار محافظ الإسكندرية للتعليم، أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالقناة الخامسة. كلمنا عن مشروع التدريب والتعليم المستوى. الحقيقة احنا الموضوع ده من المواضيع الحيوية اللي هو يجب ان الدولة ان تقوم اليوم بالنهضة كاملة وشاملة في هذا الموضوع بالذات، لان هو ده هو المستقبل بتاعنا ومستقبل البلد، سواء بالنسبة لشبابنا والخريجين بتوعنا، وسواء بالنسبة لاقتصاد البلد والتنمية الاقتصادية على المستوى العام في البلد. الحقيقة احنا الموضوع ده احنا سبق واتكلمنا فيه عدة مرات في لقاءات وفي مؤتمرات وبالنادي بيه. اولا لابد من تغيير المفهوم العام عند المواطنين وعن الدولة بالكامل عن التعليم الفني. التعليم الفني ده النهاردة هو مستقبل البلد، هو التنمية الاقتصادية، هو التنمية البشرية للخريجين بتوعنا ولادنا اللي هم في التعليم الفني. النهاردة احنا عندنا لازم نتكلم على عدة محاور. اولا الموضوع ده نهتم بيه، اولا المستثمر اللي احنا نقدر نجذبه النهاردة للبلد، بما فيهم رجال الاعمال بتوعنا ولاد البلد الوطنيين. والسيد رئيس الجمهورية نوه في خطابات عديدة، واخرها في الخطاب المشهور اللي هو اعلن ان النهاردة الدولة على استعداد ان هي تقدم الاراضي اللي هي اللازمة للمشروعات شاملة التراخيص بتاعتها. فالنهاردة سواء مستثمر او رجل اعمال، النهاردة السيد رئيس الجمهورية نادى بالكلام ده، سهل وقضى على الاجراءات الصارمة اللي كانت والمعقدة اللي كان بيسير فيها المستثمر او رجل الاعمال حتى يحصل على الترخيص اللازم لاقامة مشروع. وبالتالي اصبح الموضوع ده خطوة يعني حقيقي بجد من الخطوات اللي هي تحسب للسيد رئيس الجمهورية. والحكومة بالكامل لابد ان هي تتبع هذا المنهج. برضو دور الاعلام، دور من الاعلام من ادوار الحيوية. النهاردة القناة الخامسة بدورها داخل اسكندرية وعلى مستوى البحيرة وعلى مستوى الجمهورية، كل القنوات لابد ان هي تقوم بهذه الدعاية حتى يتم تغيير المفهوم الكامل في المجتمع عن التعليم الفني. النهاردة احنا هو ده المستقبل بتاعنا ودي التنمية الاقتصادية بتاعت بلدنا. النهاردة عندنا بالنسبة للتعليم الفني عايزين نعمل الاتي. اولا احتياجات سوق العمل بتاعتنا في مختلف التخصصات، لابد من المدارس الفنية انها تؤهل الخريجين بتوعها على التخصصات المختلفة اللي هي احتياج سوق العمل لها. محمد السيد احمد محمد من مدرسة الشهيد اسماعيل فهمي الثانوية الصناعية العسكرية. تخصصك ايه يا محمد؟ تبريد وتكييف. محمد قول لي فكرة الدورة جت ازاي وازاي هتشاركوا فيها؟ احنا كنا قاعدين في حلقة نقاشية في مركز النيل للإعلام، فقمت انا اتكلمت عن ان احنا نفسنا نشتغل، نفسنا احنا نطلع نتدربوا بايدينا. انا عن نفسي انا قسم التبريد بتاعي مطلوب في كل حتة، انا عايز اتعلم القسم. في الورشة بيعلمونا الاسس، انا عايز انزل اشتغل عملي. فحصلت حوار كده ما بيننا وما بين العميد المجمع، فطلع التليفون اتصل عنده في المجمع قال لهم دورة اللي شغالة، قال له دورة تبريد وتكييف. قال له طب في طالب هبعته لك. كان يوم الثلاث، رحت يوم الثلاث ودخلت، استقبلوني احسن استقبال، وكانت المعامله فوق جميله، وعرفوني ازاي اساسيات التبريد، ازاي لما اقف قدام ثلاجه او قدام دايره كهربائيه ازاي ادورها وازاي اركبها. وحقيقه احنا اشتغلنا بايدينا ونفذنا الدايره مرتين، ولحمنا في دايره ثانيه اللي هي دايره تبريد، جهاز تبريد للتكييف، وشغلنا الدايره. كنا كل يوم بناخده حاجه شكل. يعني انا امبارح اخدت تفريغ وشحن الثلاجه، ازاي افرغ وازاي اشحن، قبلها ازاي الحم. انا طبعا عشان دارس اللحام في المدرسه عارف ازاي بلحم وعارف ازاي بمسك الحاجه. هي الدوره مفيده لكله، لان انا كان قاعد معايا ناس خريجه هندسه علوم، اللي خريج هندسه ميكانيكا مش خريج قسم التبريد، دخل عشان يتعلم يعني ايه تبريد. محمد ايه اللي بتطلبوه من المدرسه
الفنيه وخاصه اللي انت تابع ليها لكي تؤهلك لسوق العمل؟ احنا بنطلب ان احنا ننزل نتدربوا في المصانع، ننزلوا في الشركات، في مدارس، يعني في مصنع تبع مدرسه او مصنع تبع المدرسه تبع وزاره التربيه والتعليم، ننزلوا نتدربوا بايدينا. لان في طلبه دلوقتي انت حضرتك عندك دفعه بتتخرج، الدفعه اللي بتتخرج بتنزل تقعد ما بتشتغلش. احنا عايزين نشتغل، احنا نفسنا نشتغل، بدل ما انا انزل اشتغل بمهنه تانية مش مهنتي، مش فاهم فيها حاجه، انزل اتهان في السوق. انا عايز انزل اشتغل انا بمهنتي انا كقسم التبريد او كاي قسم، ما انزلش اتهان في السوق، انزل اترفع في السوق. ان انت خريج تعليم فني، انا افتخر ان انا خريج تعليم فني.